عارفين الوش ده؟ ده الباشا زكي رستم اللي كان بيرعبنا في الأفلام بكلمة واحدة، ونظرته كانت بتخلينا نستخبى ورا الكنبة وإحنا عيال. بس الحقيقة إنه كان أطيب من الشهد، وقصته أغرب من أي خيال. استنوا عشان الحكاية فيها عز ودموع وأسرار تزلزل. زكي رستم ده يا جماعة مصري أصيل، ابن بلد وفي نفس الوقت أرستقراطي من اللي قلبك يحبهم. أتولد في قلب القاهرة في حي الحلمية سنة 1898. وعشان في إشاعات كتير بتطلع لازم تعرفوا إن زكي رستم مسلم موحد بالله، وعيلته عيلة مصرية عريقة. يعني حكاية إنه يهودي دي مصلحة وكلام ملوش أي أساس من الصحة. والده مكانش أي حد، ده كان محمود رستم باشا، واحد من تقال السياسة وصديق شخصي للزعيم مصطفى كامل ومحمد فريد. يعني البيت مكانش مجرد قصر، ده كان مدرسة وطنية. وعشان كده لما قامت ثورة سنة 19 زكي رستم مكانش من النوع اللي يتفرج من الشباك، لا ده نزل الشارع بجد وهدف ضد الإنجليز، وشاف بعينه حماس المصريين في كل حتة. وقبل ما يفكر في السيما والكاميرا كان غاوي رياضة عنيفة وقوية جدا. كان بطل مصر الأول في رفع الأثقال. أيوة، الجسم اللي شايفينه ده كان حديد. فاز ببطولة مصر سنة 20 وسنة 21، والرياضة دي هي اللي رسمت ملامحه وادت له الهيبة والوقفة اللي بتهز الأرض. باشا وجسم بطل بجد. الموضوع اتقلب دراما لما قرر يدخل الفن. عيلته ما كانتش متخيلة إن ابن الباشا يبقى مشخصاتي، وأمه الهانم كانت شديدة قوي، حطته قدام اختيارين ملهمش تالت، يا تختار التمثيل وتنسى إنك ابن رستم باشا، يا تختار القصر والورثة وتنسى الفن. ومن غير تفكير اختار حلمه. أمه طردته من القصر وحرمته من مليم واحد، وعاش طول عمره شايل الوجع ده في قلبه، وماتت وهي مش راضية عنه، وده اللي خلاه إنسان حزين ومنطوي قوي. وعشان كده زكي رستم ما اتجوزش خالص، فضل أشهر عازب في السيما. ما كانش ليه لا زوجة ولا أولاد. كان دايما يقول إن الفن هو حياته، ورفض يربط أي ست بحياته اللي كان شايفها صعبة. والناس اللي اشتغلت معاه يقولوا إنه كان خجول جدا، عكس الغول اللي بنشوفه على الشاشة. يخلص تصوير من هنا ويمشي على طول من غير ما يقعد مع حد. ومع إنه كان ملك التراجيديا والشر، لكن كان ليه جمل لسه بنكررها لحد النهاردة. مين فينا ينسى لما وقف قدام فاتن حمامة في فيلم نهر الحب وقال لها بكل قسوة وبنبرته اللي مفيش زيها: امسحي دموعك يا أمال. الجملة دي بالذات لسه عايشة معانا. ومثل مع عمالقة الفن، وقف قدام سيدة الشاشة في صراع في الوادي، وعمل دور الباشا اللي ملوش زي مع فريد شوقي في فيلم الفتوى، وكمان أبدع في فيلم امرأة في الطريق والحرام. وفي الآخر حصلت له حاجة صعبة قوي، حاسة السمع ضاعت منه تماما. تخيلوا الوجع، فنان عظيم بيمثل وهو مش سامع اللي قدامه بيقول ايه. كان بيقعد يحفظ الفيلم كله عشان يعرف الممثل خلص كلامه ولا لأ من حركة شفايفه. عبقرية ملهاش وصف. ولما حس انه خلاص مش قادر يكمل بكرامته اعتزل فجأة سنة 68، وقفل على نفسه شقته في عمارة يعقوبيان. ومن الأسرار اللي ما يعرفهاش كتير إنه كان بيحب الوحدة جدا، لدرجة إنه في آخر عمره كان بيقضي وقته كله في القراءة وتربية الكلاب. والكلب بتاعه لما مات زكي رستم دخل في حالة اكتئاب شديدة ومات بعدها بفترة قصيرة. مات الباشا وحيدا في سنة 72 بعد أزمة قلبية، وجنازته ما كانش فيها غير عدد قليل قوي، وكأن الناس نسيت العبقري ده. بس هو فضل رمز للكرامة، ساب القصور عشان يسكن في قلوبنا بتمثيله اللي ملوش زي. تفتكروا لو كان كمل في السياسة كان هيبقى وزير؟ اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واعملوا لايك وشير عشان الساعات تزيد ونرجع القناة أقوى من الأول بكتير، ومجهودنا ده هيكبر بيكم إن شاء الله. سلام يا أحلى متابعين.